الا كنتي من الناس اللي كيهزوا الريحه ديالهم معاهم، يعني كيخليوها عندهم نهار كامل كيبقاو يرشوا منها كل شويه، تيخليوها في الطوموبيل ولا كيهزوها في الصاك ديالهم ولا في الساكادو، هاد القضيه في الصيف ما خداماش. يعني دابا الحال بدا كيسخن والصيف قريب يدخل والحراره كتطلع، وفاش كتخلي الريحه ديالك في الطوموبيل والطوموبيل كتكون سخونه بزاف النهار كامل هي في الحراره، ولا كديرها ولا كديروه في الساكادو ديالك، ولا كديريه انت مثلا في الصاك ديالك وكتمشي بيه واحد المده في الشمس والصاك ديال الجلد وكيسخن وكتطلع الحراره، هادشي كيأثر نيجاتيفمون على لو بارفان ديالك، حيت انه كيضر به هو كبارفان. يعني حيت الكول تتاثر فيه الحراره، الكول بالدور ديالو كيأثر على لا فراغونس اللي كاينه، وكتحس باللي بحال الريحه طفات، يعني لودور تبدلات، البيرفورمانس طاحت، وبزاف ديال الحوايج، اللون يقدر يتبدل. هذه من جهه. من جهه اخرى الا كان ديجا البارفان ديالك مثلا فيه واحد الفويت، يعني بحال ما مزيرش مزيان، التيوب ديال لا بومب ما راكبش مزيان، هادشي ما تيبانش في الاوقات العاديه، تيبان في الصهد فاش كتطلع الحراره البارفان كيولي يسيل من تما. الا خليتي واحد المده طويله وكان فيه هذا المشكل ديال لافيت، غتلاحظ بلي راه واحد لابارتي ديال البارفان بحال نقصات. دونك هاد القضيه ايفيتي في هاد الصيف. غتقولوا لي وشنو هو الحل؟ الحل هو واحد لي فلاكون غوشارجابل اللي كيتباعوا، يعني واحد الفلاكون تيكون سوا ديال 5 ام سوا ديال 10 ام سوا ديال 8 ام اللي بغيتو، كتهزو كتشارجيه بلا ما تضر بالبارفان ديالك. ماشي بديك القضيه ديال انك كتجبد البرا وتبقى تشارجي وتخوي، لا، هذيك تضرب لا بومب. كان فلاكون غوشارجابل كتهزو كتشارجي ديك 5 ام، كتهز معك ديك 5 ام. ديك 5 ام راه ما غدوز ديك النهار مزيان بخير، تقدر كاع اكثر من النهار. وحتى الا كلات العصا ديك 5 ام ماشي هي الا كلا ليك العصا بارفان كامل ديال 50 ام ولا ديال 60 ام. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومه، و اديوس.